حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية يا رب. نبدأ الفيديو كده ببركة سيدنا النبي محمد، ونصلي على حبيب المصطفى، وتحطوا لي لايك، وانتوش بقى شوية الحاجات اللي بتشيص لنا النفسية، الكومنتاتكم الحلوة واللايك والاشتراك، وان شاء الله مش هيبقى اخر ولا اول فيديو ان شاء الله ليكم معايا. النهارده الاكله ماما اللي عاملاها، عايزاكم بس كلكم كده في قبل ما نبدا الاكله بتاعتنا تدعوا لها بالشفاء، يا ربنا يتم شفاها على خير يا رب، ويجعل صبرها على مرضها في ميزان حسناتها اللهم امين. في الاول احنا ماما مقطعه بطاطس طرنشات رفيعه كده، وراحت حطاها في الزيت. هتديها قليه، مش هتحمرها قوي، هتديها نص قليه، فاهمين يعني. وبعد كده بتقطع فلفل بارد وفلفل حامي، وبعد كمان هتقطع طماطم. ايوه، هتقطعها مكعبات صغننه كده. جماعه عايزه اقول لكم الاكله دي تحفه تحفه، وممكن كمان تعملوها في الدايت لو انتوا عاملين دايت، بس ما تحمروش البطاطس في الزيت. هتدوها صدمه كده في طاسه تكون ما بتلزقش، مع شويه زيت صغيرين جدا جدا، صدمه يمين وصدمه شمال. وهكذا لو هتحطي فيها برضو بتنجان زي ما انا حطيت دلوقتي، هتدخليه الفرن يتشوي في الفرن، تقطعيه مكعبات وترشي عليه رشه بسيطه من الزيت والملح، وتدخليه الفرن، وهيبقى تمام معاكي. وتحطيهم زي ما هنحطهم، وهتبقى اكله صحيه جدا للدايت، تحفه تحفه ومشبعه كمان. ماما بقى كانت مقطعه البتنجان كده، كان ده البتنجان اللي هو الكوبي الكبير ده، مقطعاه طرنشات كده 4/4. وكان في 3 4 كوسات كده كانوا فاضلين في التلاجة، فقلنا حرام يترموا، قطعناهم كمان وحطيناهم يتحمروا كمان معاهم. وبرده مش هنحمرهم تحميره كامله. ماما هنا جابت البيض، طبعا البيض ده على حسب العدد الناس اللي هتاكل عندك، وانت عارفه يعني هتعملي البيض قد ايه، بتحط عليه شويه ملح وفلفل وبس كده. وهنا الخضار اللي احنا قطعناه حطينا برده عليه شويه ملح وفلفل، وجبنا صينيه حطينا فيها حته زبده وسيحناها، وهنرش بقى شويه من الخضره اللي احنا قطعناها. جماعة دي عاملة زي البيتزا كده الكدابة، بس دي بيتزا ايه بالبطاطس، بدل ما نعمل عجينة وكده عشان ما نتخنش يا جماعة. فعملنا بقى هنرص البطاطس كلها. شايفين البطاطس مش محمرينها قوي، يا دوبك بس اتشمعت، عشان لما تدخل الفرن ما تبقاش طالعه نيه. انا كنت واقفه النهارده بصور ماما، مش انا اللي كنت بيصوروني، لا انا اللي كنت بصورها النهارده. انا قلت لها اعملي انتي بقى وانا هصورك. هنا البتنجان برضو كانت قلة، هتطلعوا كده تصفيه كويس جدا من اي زيت. وزي ما قلت لكم لو انتوا عايزين هتستعملوها في الدايت، دخلوها الفرن، دخلوا البتنجان الفرن ورشوا عليه شوية زيت وسيبوه يتشوي، وبعد كده حطوه عليها عادي. بعد ما حطينا بقى البتنجان والبطاطس، هنحط الكميه الاخيره من الخضار اللي احنا كنا مقطعين، اللي هي الطماطم والفلفل. عايزه تزودي مشروم، عايزه تزودي اي نوع خضار عندك زوديه عادي، يعني الفكره قابله للزياده يعني. بعد كده هننزل بقى بالبيض، نحاول ان احنا نوزعه في كل الاتجاهات يعني. عندك بقى اي نوع جبنه ميكس، جبنه موتزاريلا، عندك جبنه شيدر، جبنه رومي، اي نوع جبنه حطيه هيبقى تحفه. تديها دهون من فوق كده، وبتديها طعم، وبتزود القيمه الغذائيه بتاعتها اكتر يعني. تمام. وجماعه الجبنه الموتزاريلا مسموح بيها في الدايت عادي، لان هي البان. ماما كانت بتقطع الجبنه، هتقولي الجبنه ليه ماسكه في بعضها كده، لان انا كنت مطلعاها كان بقالها يومين في التلاجة من تحت، فكانتش في الفريزر، فالجبنه الموتزاريلا مطلعاها من الفريزر تحطها في التلاجة بتعمل كده. وبس كده بدخلها الفرن بيكون الشبكه على الصاجه الاخيره خالص، علشان يستوي مع، لان كده كده اصلا اوريدي كل حاجه مستوي، احنا عايزين البيض بس هو اللي يستوي ويطلع بس. دخلناها بقى الفرن، وبعد ما تستوي هنشغل الشوايه تاخد اللون القمر ده. يا جماعه ما بتكملش 10 دقايق في الفرن حرفيا، تحفه تحفه تحفه، جربوها مش هتندموا. هنا ماما بقى كانت بتقطعها كده مثلثات زي البيتزا كده، بس كده، سهله وجميله جدا جدا جدا. ايه اللي حصل؟ الكاميرا راحت فين؟ رجعت تاني. جماعه حطوا لايك، يا جماعه حطوا لايك، وما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى، بنيه ان ربنا يا رب يصلح حالنا كلنا، يصلح حالنا وحالكم اللهم امين. وزي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، ما تنسوش تدعوا لامي بالشفاء، ربنا يشفيها يا رب اللهم امين، ويبارك في صحتها، وتدعوا لحماها بالرحمه.
جماعة خطيرة، تاكليها بقى جنب عيش معمول بدقيق الشوفان او عيش اللي هو البلدي اللي معمول بالدقيق القمح الكامل. هي في تلك الحالات كلها كده، انا عن نفسي كلتها كده بالشوكة. بس كده الفيديو خلص، باي باي.